السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد، هنحضر مع بعض النهاردة غدوة حلوة كده. النهاردة الجمعة، فحابة اعمل اكلة كده تكون حلوة. غدوتي النهاردة رز بالمكسرات وفراخ محمرة وملوخية وصينية بطاطس. الفراخ بتاعتي محشية فريك، مش عايزة اقول لكم بسم الله ما شاء الله طعمها جميل، مفيش حد دقها مني غير وشكر فيها. الطريقة بتاعتي سهلة جدا، كل اللي انا هحتاجه طماطماية وبصلاية وشوية خضرة ومعايا الفريك وبس كده. التوابل اللي هحتاجها يعني هقولها اثناء الاستخدام. اول حاجة هنروح على النار، نبتدي ان احنا نجهز الخلطة. حطيت مادة دهنية سواء بقى زيت او سمنة، بس انا حبيت اخلي الاكل خفيف فاستخدمت زيت. هنزل بالبصل الاول، تمام كده. هشوحها شوية لحد ما تدبل بس ما تتحمرش، انا مش عايزاها تتحمر عشان بيكون طعمها مسكر كده. تمام كده خلاص، البصلة بتاعتي دبلت، هبتدي انزل عليها بالخضرة. وهخلي الطماطم اخر حاجة. هنزل بالخضرة بس اخليها كده برضو تتشوح معاها كده تشويحة خفيفة. يا دوب كده انها تطلع ريحة بس مش اكتر. وقبل ما احط الطماطم عشان ما تنزلش المية بتاعتها، هكون غسلة الفريك ومنضفاه كويس جدا عشان بيكون فيه زي حصو كده وحاجات، لازم تخلي بالك وتنضفيه كويس وتغسليه كويس. وبعدين هنزل بيه احمره مع البصل والخضرة، بيدي طعم حلو جدا. وكده خلاص الفريك بتاعي اتحمر شوية، هبتدي ان انا انزل عليه بالطماطمايه اللي مقطعاها. وممكن تضيفي صلصة طماطم يعني لو مفيش طماطم كده متقطعة. هحمرهم كلهم مع بعض كويس، وبعدين هنزل عليهم بالتوابل. التوابل بتاعتي سهلة وبسيطة، هنزل بربع معلقة فلفل اسود، وهنزل بنص معلقة كمون ومعلقة كزبرة، وهنزل بنص معلقة من السبع بهارات وبس كده. هقلبهم كويس مع بعض كده. تمام خلاص، هقلبها شوية وهنزلها تبرد، وهبتدي ان انا احشي الفراخ. كده الخلطة بتاعتي خلاص بردت، هبتدي ان انا احشي بيها الفراخ. هبتدي ان انا اقفل المكان اللي بيكون عند الرقبة من فوق بالكبدة او بالقنصة بتاع الفرخة عشان الخلطة ما تطلعش منها. وهبتدي ان انا احط الخلطة فيها. انا هقسم شوية دول على الفرختين يعني. هحشيها كده من قلبها ومن عند الوركين كده من النص. حاولي ما تكبسهاش وفي نفس الوقت ما تخليهاش فاضية يعني. وبايدي كده هتحركي مكان الورك شوية، وهتحشي المنطقة اللي بتكون هنا دي، بس ما تحشيهاش قوي يعني عشان الفرخة ما تفرقعش معاكي اثناء التسوية. يا دوب بس هتحطي شوية بس قليلين. اللي على رجل الفرخة ده يا جماعة الخضرة مش حاجة. بعد ما خلاص هتخلصي حشو الفرخة، هتبتدي انك تقفلي رجليها عشان الحشو ما يطلعش منها. هندخليها في الفتحة اللي بتكون موجودة في الفرخة. بتدخلي الرجل الأولانية، والرجل التانية بتدخليها من ورا الرجل الأولانية. يا رب أكون قدرت أشرح. شايفين؟ وبحط القنصة يعني أو سواء الكبدة من فوق كده عشان الخلطة ما تطلعش مني. وبس كده هبتدي ان انا احشي الفرخة التانية بنفس الطريقة. وقبل ما ابتدي احشي الفراخ كنت حاطة مية على النار بتغلي علشان اول ما اخلصهم اسلقها على طول وما ياخدوش معايا وقت. كده انا خلاص خلصت، هبتدي ان انا اسلقهم. الشوربة بتاعتي مش غامقة ولا حاجة، انا بس حاطة فيها طماطم وصلصة طماطم، وحاطة كمان فيها بصل
وتوابل ورق لورا وحبهان وكمون وفلفل اسود. بس كده هسيب الفراخ تستوي، وعقبال ما تستوي هجهز صينية بطاطس. قطعت طماطم وحطيت عليهم قرن فلفل حامي. انا ضفت لها عود قرفة، وبعد ما بتستوي بشيل العود خالص من الصينية. هنزل عليها بالطماطم، حاطة فيها التوابل كلها يعني في قلب الخلاط نفسه وانا بضرب الطماطم. التوابل كانت معلقة كمون ومعلقة كزبرة اسود، وكنت حاطة مكعب مرقة، وما ضفتش ملح لان الشوربة بتاعتي كانت متملحة كويس. هحطها في الفرن تستوي، وكمان عقبال ما الفراخ تستوي هبتدي ان انا اجهز الرز بتاعي. اول حاجة بحط مادة دهنية على النار، سواء زيت او سمنة. انا مش مزودة زيت ولا حاجة، انا هعمل حالة رز كبيرة، فعشان كده حاطة زيت كفاية. اول حاجة حطيتها ان انا حطيت عود القرفة، يعني خدت كده زي تشويحة خفيفة، ونزلت عليه بالمكسرات برضو خدت تشويحة، وهنزل عليه بالرز يتحمروا كلهم مع بعض. وحطيت معلقة كبيرة من الكركم، هيدي لون حلو للرز، وفي نفس الوقت هيديله طعم حلو. هحمر برضو كده الرز شوية، وبعدين هنزل عليه بالشوربة. انا ما حطيتش اي توابل تانية لان الشوربة بتاعتي كانت متبلة يعني، بس هحتاج اني اضيف ملح زيادة عشان الشوربة عندي يعني مش مملحة قوي. بس قبل ما تضيفي ملح الرز بس تأكدي من طعمه لو محتاج ملح ولا لا. انا هضيف معلقة ونص ملح صغيرة. تمام كده ضفت معلقة ونص. خلاص كده قلبته بقلبتين، وهغطي عليه سيبه يستوي براحته. اول ما يغلي هغطي عليه، وهبتدي ان انا احمر الفراخ بتاعتي. واثناء تحمير الفراخ هعمل الملوخية. انا النهاردة هستخدم ملوخية ناشفة. دقيت الثوم وبعدين نزلت عليه على طول بالشوربة، يعني ما حطيت عليها على طول الملوخية، ما عكستش يعني وخليت الدقة بعدين، لا عملتها على طول، طشيتها منها في نفسها يعني، كله في حلة واحدة. كده خلاص كنت خلصت الأكل كله وقدمته. ايه رأيكم؟ ما شاء الله ريحة الأكل جميلة جدا وطعمها حلو، وبألف هنا للي يجرب أي وصفة فيهم. يا رب فيديو النهاردة يكون خفيف على حضراتكم، أتمنى إن شاء الله يكون عجبكم. متنسوش تحطوا لايك للفيديو واشتراك للقناة. أشوفكم إن شاء الله بإذن الله فيديو جديد. مع السلامة.